صدق الله العظيم. وحشتيني أوي أوي، يا أحلى حاجة عارفها وشافها واتقسمت لسليم الوراق. بعد عنك كان هو الموت بعينه يا شركسية، غصب عني غصب عني والله العظيم. أنا كنت عايش على أمل إني أرجع لحضنك، حضنك أنت يا شركسية. أنا ما خنتش والله، ما بعتك ولا خنت ولا عشقت ولا دبت في حد غيرك. بقيت هارون سليمان غصب عني عشان حبيت حد أكتر منك. بلدي، حبيت بلدي، دي الحقيقة. سبتك لأن كان عندي مأمورية صعبة. عصابة سارة وعدنان اللي كانوا بيسرقوا آثار البلد ويهربوها، كان مطلوب مني أقبض عليهم متلبسين بمساعدة الانتربول. لكن ده عرفتها قبلك، هي كانت الطعم وبابا هناك ساعدني، بس الطيار كان أعلى مني. رجلي غرزت وكان لازم أكمل هارون سليمان عشان أكمل رسالتي. ووقعت كتير من المجرمين واتطلب مني أكمل طول السنين دي. يا نورهان. كفاية يا سليم، بالله عليك حرام عليك روحك. على فكرة سيادة اللواء مهران طالب يقابلك، وقال لي إن في حاجات أنت هتقررها هينفذها ليك. ماتت وسابتني، عمر راح مني هو كمان، ضاع بسبب يا طارق، وماما راقدة بين الحياة والموت. طب اهدى بالله عليك، ده أجلها يا سليم. أنت راجل مؤمن، من فضلك تعال نمشي من هنا لحسن حد يشوفك، على الأقل دلوقتي لحد ما تحسم أمورك. إلا قول لي أبوك فين؟ بابا من ساعة الخبر وهو معزول عن الناس، مش عاوز يكلم حد، مش مصدق إنها ماتت. طب تعالى بس تعالى، كفاية يا سليم تعالى. الله يرحمك يا شركسية. قوليلي بقى يا كاترينا، استفدنا ايه من خطتك المهببة دي؟ عيني الناي، أنا ما أعرفش إنها هتموت. أنا كان هدفي إنها تعمل قلق لهارون وتسافر ليه وتحاول تضغط عليه عشان تاخد الورق اللي عنده، لأني قلت لها في رسالي إن نجاة ابنك في قتل هارون سليمان، أو إنك تجيبي لنا منه ورق خطير. وباختصار أنا طلبت منها تسافر لي الساحل عشان أقابلها هناك، وكنت هجندها عشان خطتنا، بس الموت سبقني بسيرياس. طب ايه الخطة البديلة بقى يا كاتي؟ الخطة البديلة إن هارون لازم يدخل في حرب مع إلبرتو. كاترينا، دي تتعمل ازاي؟ قوليلي هارون فين دلوقتي؟ لما كان معايا من أسبوع قال لي إنه مسافر أمريكا الجنوبية عشان شحنة السلاح، وكمان صفقة تسليم البشر الستات هناك للأثرياء مقابل شحنة اليورانيوم والسلاح. الوضع مش مطمئن كاتي. ألبرتو طالب رقبتي، ولو وصل قبل ما أنا أوصل للورق اللي عند هارون هبقى كده ضعت. الورق اللي هارون ماسكه على ألبرتو وفلاشة عليها اجتماعات ومخططات لأجندة دولية لحد سنين قدام يا ماما. الناس دي كانت طالبة من ألبرتو تنفيذ المخططات الإرهابية في بعض الدول. الحاجة دي لو جت تحت إيدي هبقى سيد الكل كاترينا، وهمسك الزعامة بكل ارتياح. عشان كده واحد من الاتنين لازم يخلصوا على بعض. ونسا بايد، ما تخافش، احنا هناخد كل اللي احنا عاوزينه. انا خلاص فقت لهارون
وهبقى زي ديلو، خصوصا إن ثعلب العجوز فريد غار في داهية وسافر على قبرص، بيقول هيقعد فيها لحد ما يموت. يبقى لما يرجع لازم تشوفي شغلك أموري. لابوسة معي أكيد حبي. وآخرتها يا فريد هتفضل كده كتير؟ ده أمر الله، محدش له في نفسه حاجة، لازم تجمد. سليم تعبان قوي، كبد عليه، خبطتين في الراس توجع، الله يكون في عونه. هيلاحق على ايه ولا ايه؟ خايف عليه يا فتحية، الموج عالي بالقوي. المرة دي باسيلياس الكلب عامل زي الضبع الجربان، مستني الفرصة عشان يتلم على ابني هو وشوية الأوباش اللي معاه علشان ينهشوا في لحمه. ودراكولا العصابات ألبرتو استحلف له وناوي على الشر، خصوصا بعد ما سليم كسر شوكته وأخد منه الأجندة، وده اللي مخلي ألبرتو هيتجنن وواقف متكتف. قوليلي ايه الأخبار عندها؟ الأخبار مش حلوة، مش طايقة روحها ومزمجرة على الآخر، ومعاها حق. المرهم ده اللي بتحطه منه صعب قوي. مرهم ايه يا ام جهل؟ المرهم ده تحطيه في عينك جايز تفتحي يا توحة طبعا هجيلك، هو انا عندي كم ناضج يعني؟ جايلك يا قلبي انا. جت وجع في قلبك يا فريد، حكم هل قلبك قال؟ لسه بتغيري عليا يا توحة؟ ايوه اتلم يا فريد. لا مش كده يا راجل، اركب الهوا. ها بقى يا سليم، قررت ايه بعد قعدتك مع سيادة اللواء رشدي؟ هتكمل مهمتك اللي اتطلبت منك من 20 سنة؟ أنا عارف مدى حزنك والخسائر اللي فقدتها بسبب المهمة الانتحارية اللي اتكلفنا بيها كلنا، بس انت كنت قدها. كشف شبكات التهريب والمافيا بره ما كانش حاجة سهلة، حتى والدك فريد الوراق طلع فدائي بعد زيارة سيادة اللواء رشدي ليه والاتفاقية على تهريبه لبره مصر عشان يوقع سارة وعدنان، وهو كان مستنيك هناك. وبصراحة لعبة فقدان الذاكرة وتخطيطه كان ملوش حل، صدق اللي قال عليه بروفيسور التخطيط. قدرت تدخل الحب على كندا وبعدها تعمل موضوع الحادثة وفقدانك للذاكرة عشان هما اللي يدخلوك وسطهم وتبقى هارون سوليمان. وابوك دخلها ببراعة قوي على سارة وعرفها انك ابنه، بس الشغل والبزنس ملوش دعوة بالامور الشخصية. لعب على اليهود نفسهم وصدقوا، بجد شابو. ابويا وقف معايا بالقوي وعمره ما كان مجرم، كل ده كان مخطط من زمان من صاحبه اللي هو رشدي. يعني ابويا سبقني في العملية دي. ما علينا، انا عاوز اطمن على امي الاول، اشوفها وكمان اشوف عمي فاروق قبل ما اسافر. وانا معاك، لازم اكون هناك لوقت الضرورة. اخبار بيسان ايه وسليم الصغير؟ طلب الطلاق يا سيدي ومصر عليه. اعذرها يا طارق، بيسان حساسة بالقوي والموضوع ما كانش سهل عليها. عارف لو شركسية كانت تولع فيا وفي اللي اتجوزتها وفي المأذون والفرح والمعازيم. أصعب حاجة على نفسي إنها راحت من غير وداع، موتت نفسها يا طارق. أنا السبب يا طارق، أنا السبب. عمرها ما حدش بياخد غير نصيبه. بقول لك ايه بقى، تعال ناكل لقمة لحسن انا واقع من الجوع. معلش ماليش نفس، أنا عاوز أنام، تعبان قوي. أنا رايح على الأوتيل،
تصبح على خير. وانت من اهل وصحبي. الو، احنا كلنا بخير. سليم جه فعلا وقابل بابا متدمر وشكله ما اتغيرش كتير، بس مقهور على موت شركسية. انا سمعته كلام سم في عظمه وقلت له انت السبب في كل البلاوي اللي حصلت. طلع انه كان في مهمة صعبة وطلب محدش يعرف انه عايش لحد ما يقدر يجيب عمر. ايه؟ سفر برا مصر؟ مش ممكن، ده انتحار. لازم نتقابل. ماشي نتكلم بعدين، مع السلامة. ايه يا بنتي، انت كنت بتكلمي مين يا بسان؟ ابدا يا بابا، هو عمي فريد مشي. ايوه يا بنتي، جه واطمن على ناظر وخلاها تضحك، وكمان جاب لها ابن سليم اللي خلفه من اليهودية، صح؟ والغلبانة شركسية اللي راحت في شربة مية منه لله. يا بنتي ما تظلميش سليم، كان غصب عنه يا بنتي. كل المصايب منه ومن صاحبه طارق. ما علينا يا بابا، أنا لازم أروح الشركة، في شوية حاجات لازم أتابعها مع المدير المالي، وأنا لازم أسد مكان شركسية، ولو إن محدش يقدر يسد مكانها أبدا. يا بنتي، وحشتني قوي يا بسان، قوي. وحشتنا كلنا يا بابا، ربنا يصبرنا على فراقها ويصبرني على بعدها عني. أنا خارجة يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. حاضر يا بنتي، حاضر. ما بحلقش كده في خلقة اللي خلفوني. أنا يا حسام، أنا بشحم ولحم، مش عفريتي. ايه ده؟ مش مصدق عيوني، يا اغلى منن عيوني. الحمد لله على السلامة يا غالية. الله اكبر، القمر طلع بعد ما حرمنا من نوره الفترة اللي فاتت. يا دين النبي يا جدعان، ده البصة في وشك بالدنيا. ده بغل وابن حمار كمان، سليم الوراق، والنعمة على عيني. بتقول ايه يا طور انت؟ ابو الحمار قاعد قدامك. يا لهوي، حقك عليا يا ابو فريد، وادي ايدك ابوسها، والله ما اقصد، بس غلبني فرحتي لما شفتها من تاني. يا خراب يا جدعان، يخرب بيت دماغك الالمازيه دي، سم يا بروفيسير. عملتها ازاي دي يا كبير؟ شركسيه قدامي يا قوة الله. مهما قلت ان تربيتك قدام دماغك بطلع خروف واقول ماء. شركسية ماتت يا حسام، عاش من شافك. اقعد خلينا نتكلم. لا، شركسية قوية وبتقدر تقف على حيلها. عمر بإذن الله يرجع لحضنك، ورقبتي سدادة يا شركوسة. بس قوليلي، الفضول هيقتلني، عملتوها ازاي دي؟ مش تشكيك في قدرات البروف لا مؤاخذة، بس فضولي هيموتني يا ابو فريد. طب قوم هز طولك وناولني الشيشة. ملعون ابو كلام الدكاترة على الكلام اللي بيقولوه. هتموت وهتفطس من كتر تفاصتك في حاجات كتير يا بابا. نفسي اعرف جنس اهلك ايه يا فريد. يا راجل ده انت كنت هتفرسع على الاخرة اول امبارح، والدكتور منعك من السجاير تقوم تاخد شيشة. ماما بقولك ايه، ما تيجي تشوفي بغلك، قصدي بعلك. عمر الشقي باقي يا شركوسة، أهم حاجة انت يا نور عيوني قاعدة معايا وفي حضني، مش كده يا فريد؟
أها ضحكت وطولت لسانها اللي بحبه وبموت فيه. بنت فاروق يا بنت عمر الشقي باقي، وأنا شقي وعفريت. انت هتقول لي على يد يا ابو فريد. شوف، بعد ما عمر عرفت بخبر خطفه كلمت شركسية وقلت لها اللي خطفوه قريبين منك وهتلاقي أمارة وأي حاجة كده. وفعلا الواطية كاترينا طلعت هي اللي خطفته، بس بمساعدة مين بقى؟ النجس أسعد. هتقولي طب يابا فريد عرفت منين؟ اسعد ده طول عمره سكك ووسخه يا بروفيسير، ويبيع اللي خلفوه علشان القرش. وعرفت من مصادري وكمان سليم أكد لي إن باسيلياس لها علاقة بكاترينا وأسعد على خفيف، فهي كده مش محتاجة فقاقة. ما تفتح دماغك ولا قفلت زي الشيشة. الله يخرب بيتك على بيت اللي عمل الحجر. يا عم سيبنا من الشيشه، ده قصدي يابا فريد سيبنا من الحجر دلوقتي. طب والجثه والطب الشرعي عملتوا فيه ايه؟ كل ده كان سهل، الفلوس تعمل كل حاجة. بابا كان مكلم ماما فتحية وهي رتبت وجابت جثة طازة قريبة من العبد لله. وأنا جيت كنت تعبانة، قعدت ارتحت ومخمخت وجابوا دكتور تجميل. بس ايه دكتور تجميل ايده تتلف في حرير مشطوب من نقابة لأعمال قذرة، مفهومة يعني. جاب الجثة واشتغل عليها وخلاها الخالق الناطق شركسية. 1000 مليون بعد الشر عليها. وشركسية كلمت رومية وعرفتها المطلوب. بسام طلعت شاطرة وعملت المطلوب ببراعة. بعدها كان لازم أحط قناعة عمل ليا مخصوص بالكمبيوتر لواحدة كانت صديقة إيطالية ليا، هاجرت استراليا بقالها 5 سنين. وطبعا محلول كل شوية بحطه على وشي وقرف، بس معلش عشان خاطر الورد ينسقل عليق. ولا ايه يا بابا؟ طبعا يا بنت اخويا، ده حفيدي الغالي ابن الغالي يا شركسية. ما علينا، خلونا في المهم. هتسافري إيطاليا وهتدخلي باسم سيلينا جوفاني سيدة أعمال، وحسام هيسافر معاكي علشان تدخلي وكر ألبرتو. ما تخافيش، حسام هيكون معاكي خطوة بخطوة. الخوف راح زمانه يا فريد، والمشاعر ماتت يوم ما بعد عني عمر. أنا مستعد أضحي بعمري عشان ابني يرجع. عمر بس؟ بس، وأي حد تاني هفرمه يا بابا، حتى لو كان المحروس ابنك الواطي النحنوح بتاع اليهودية وغيرها. جاته القرف وانت جاتك النكد يا بابا. كده فائت والزمجرة طلعت. ماشي يا تربية فريد، نخلص حوار الواد الأول وبعدها نتكلم. طب وأسعد يا شركوسة؟ هنعمل له زيارة حلوة في فيلته يا حسام. أسعد ده حبيبي من زمان. طارق
ايه اللي جابك دلوقتي؟ معلش إذا كنت جيت في وقت متأخر، بس ده برضه لسه بيتي لحد دلوقتي يا رومية. ياه، رومية، بقالي سنين ما سمعتهاش. الوحيدة اللي كانت بتقولها لي أختي شركسية. عمري ما هنسى أول مرة شفتك فيها. فاكرة لما عربيتك اتعطلت وكنت محتاجة مساعدة وقعدت تشاوري العربيات وأنا وقفت وقعدت وانت وقفت وغيرت لي عجلة العربية وشكرتك يومها. يومها ما سمعتكيش، كنت باصص وسرحان في عيونك الخضرا وكأني شفت نفسي وسط واحة حلوة قوي. رومية، أنا قلبي عمره ما دق لغيرك. جايز غلطت، جايز ضعفت، جايز شوقي للخلفة غصب عني والعمر جري بيا وبيكي. كفاية يا طارق، ملوش لازمة الكلام ده. أنا طلقت ريهام، طلبت الطلاق، مش عاوزة تعيش، وخيرتها بين حقوقها وابني. عملت لي تنازل واخدت حقوقها ومشيت. سابت ابنها بالبساطة دي؟ معقولة؟ بس يا حبيبي، ابني أمانة عندك لحد ما أرجع من سفري، وإن كنت مصر على الطلاق والله ما هغصبك. مسافر فين؟ عندي مأمورية خاصة، ممكن تقبلي؟ طبعا، ده ابنك. أنا مطمن عليه قوي وهو في حضنك يا بيسان. الوقت متأخر، ما تسوقش بالليل، بيت في أوضة عمر أو أي أوضة تحبها. هات الولد. اتعشيت ولا حضر لك العشاء؟ متشكر، أنا مش جعان، أنا هدخل أنام على طول. أشوف وشك بخير. خلي بالك من نفسك يا طارق. تصبح على خير. تعال يا حبيبي، تعال. أوه سي مابيلي باف هارون، بالك بتبعد عني ليه؟ إيه ما اشتقتش لكاترينا؟ مش وقتك كاترينا، هارون تعبان ودماغه مشغولة. خلاص أبسطك وأبدعك حبي، بس قولي مالك، ألبرتو شغلك؟ ألبرتو؟ ألبرتو ده حبيبي من زمان، بس باسيلياس كمان نفسي أشوفه. ما تعرفيش حاجة عنه كاترينا؟ بنزناي لا طبعا حبي، باسيلياس مختفي بقاله شهور من ساعة المقلب اللي عمله في ألبرتو. هارون، انت لازم تخلص من ألبرتو. إذا عما لازم تكون نصيبك انت هارون سليمان اللي ياما شايب منظمات. ما تستعجليش حبي، كل حاجة وكل شيء في وقته. بقولك أنا تعبان وعاوز أنام. اقفلي النور. بيتشاك، شكلك كبرت هارون. لا ما كبرتش، بس ماليش مزاج ولا نفسي كاترينا. يلا اقفلي زر الأباجور، عاوز أنام. ايه شقلب حالك؟ مين اللي شغلك عني سليمان؟ خلصنا كده يا شركوسة على أسعد الواطي ابن الواطي، والدور بقى على باسيلياس. باسيلياس عرفت مكانه يا شركسية، روح أمه مستخبي في ضاحية من ضواحي ميلانو ومغير اسمه كمان. المهم قدرت أغريب كام تمثال من اللي أخدتهم من أبا فريد. المقبرة اللي غارت فيها اسم النبي حارسها راشيل، ومن الآخر التماثيل زغللت في عيونه، خصوصا إن السعر اللي عرضته عليه ما يترفتش، والصفقة هتتم بكرة في بيته. حلو،
اشتري رجالته كلهم وادفع بزيادة قوي. عاوزة ادخل بيته ومزمز يا حسام. ما تقلقيش، اعتبريه حصل. ده الخيانة هنا سهلة قوي، مفيش روح وطنية ولا طعمية ولا حلاوة طحينية. عاوزة موضوع باسيلياس يخلص، ده الخيط اللي هيوصلني لمكان عمر ابني يا حسام. حاسس بيكوا والله، وصدقيني هنرجعه. بس هتعملي ايه مع سليم؟ الاسم ده انا نسيته ومعرفوش. هو ميت بالنسبة لي وانا ميتة بالنسبة له. خلصين يا حسام، انا رايحة اجهز عشان السهرة الحلوة. ايوه بقى حلاوتك يا سيلينا. سالوتشي موري ميو، في صحتك حبي الوحيد. انت الليلة متألق قوي ومثير جدا. انت حبي وقلبي كاترينا، الليلة مقمرة وانا مبسوط حياتي. تعالي في حضني. سينيور هارون هنا؟ مفاجأة دمها تقيل على قلبي. بس كومستاي؟ مفيش قتل من رؤيتك يا البرتو عندي، بس سي ومستاي. اخبارك عدوي اللدود؟ مولتو ميليو دي تي، كالعادة احسن منك بكتير حبيبي. ما تقلقش، قريب هنتقابل في جيم حلو قوي هيعجبك. اخبار سينيور فريد ايه؟ بالمناسبة خالص التعازي في وفاة الشركسية، زعلت قوي عليها. اللعبة هتحلو قوي يا البرتو، وفي هدية هتوصلك منه قريب. اسكوزي سينيوري، خبطت فيك. سينيورا استبيني، انت بخير؟ سي جراتسي. بريجو، انت جميلة جدا والميوزك دي اجمل. تحبي ترقصي بوسيمو بالاري سينيورا؟ سي سينيور. سرتمنتي. بيني الوري، يلا بينا. مين دي؟ لا، دي نفس الطول والجسم بس الشكل متغير. مالك يا سليم؟ في حاجة غلط. طريقة الرقص دي أنا عارفها. تعيد لحسن لك وانت عمالة تهز جسمك كده. ايه، قاعدة جنب كيس جوافة ولا قرطاس لب؟ قلت عاوزة تخش زفت ديسكوتيك وقلت ماشي. احنا في شهر العسل، بس كده خلي خالص. هو بقى مالك يا سليم؟ مش انا قلت لك عاوز ارقص معاك وانت قلت موافق، وانا بعشق الموسيقى دي. تعال نرقص وحياتي عندك. ما بحبش الرقصة الزفت دي. بقولك ايه، يلا نروح. طب خلاص. خلاص ما تزعلش، غيروا الموسيقى. ها، تحب نرقص؟ ماشي، على الأقل هبقى مكتفك كده جوه حضني يا نورهان. وانا مش عاوزة غير حضنك العمر كله يا سليم. تسمحي لي بالرقصة دي يا حبيبتي؟ هارون، مالك هارون؟ مالك حبي؟ هارون ما بتردش ليه؟ وعيونك على ألبرتو. ايه، عجبتك السنيورة اللي بترقص معاه ومبسوط قوي؟ هارون رايح فين هارون؟ ايه اللي حصل ده رايح ناحية حلبة الرقص وعمال يبص لي كده. شكلها عجبته وعاوز ياخدها من ألبرتو. عادك ولا هتشتريها هارون؟ نوسي ايطاليانا، شكلك مش ايطالي خالص. جمالك اوروبي بس في مسحة شرقية.
sono italiana سينيور. أنا إيطالية بس كنت عايشة في استراليا ولسه راجعة من كام شهر. سينيور ألبرتو، في أمر مهم جدا. جالنا خبر عن الأناكوندا إنها جت على إيطاليا وشكلها كده بتجهز لحاجة خطيرة. سي صوفيا، اسكوزا سينيوريتا، هرجع لك على طول علشان نكمل كلامنا. نيسون بروبليما، هتلاقيني في نادي المراهنات. تحبي ترقصي سينيورة؟ على فكرة انت جميلة جدا. أكيد أكيد أحب أرقص سينيور هارون سوليمان. حسك مصرية الأصول أو تركية على الأغلب الظن، من اسطنبول أو شركسية. أو شركسية؟ لا مش شركسية، أنا إيطالية. اسمي سيلينا جوفاني سينيور. سيلينا، اسمي جميل زي صاحبته سينيورة، شرفت كتير. قسما بعزة وجلال الله لو صدق ظني لهدفنك حية. الرقصة خلصت، الرقصة الأخيرة سينيور هارون. عن إذنك حابة أروح نادي المراهنات عشان ألعب واتبسط. وماله، ألعب معاكي. هتلعبي مع هارون سوليمان، بس يا ريت تكوني قد اللعب. سيرتامنتي، أكيد عاوزة ألعب، وخلينا نشوف مين هيكسب. 100,000 دولار، رقم حظي 12، أصله رقم عيد جوازي سينيور هارون سوليمان. حلو قوي، وأنا صلدي. الرقم حظي هو رقم 6، أصله رقم عيد ميلاد ابني. سعيد جدا سينيورة سيلين، سعيد بالقوي. طارق، بقولك هي شركسية، أنا مش هتوه عن مراتي. نفس جسمها وبصة عيونها، حقيقي الملامح مختلفة لكن نفس صوتها ورقصها حركاتها. في حاجة غلط. انتوا متأكدين انكم شفتوا جثتها؟ انا اتكلمت معاها ورقصت كمان، وبصة عيونها انا حافظها. الوش مختلف بس لون العيون والصوت والحركات والاستفزاز شركسية عايشة بقولك. ايوه انا اول واحد شاف الجثه، هي شركسيه يا سليم. وبسان قالت لي هي بصراحه لما دخلت عشان تتعرف عليها، يخلق مش شبه 40. طارق، بقولك دي شركسية، دي مراتي. شركسية ما ماتتش، انا لا هبل ولا عبيط ولا مجنون. شركسية عايشة وجت ايطاليا وبتلعب معايا نفس اللعبة. سليم لازم تهدى ارجوك، وتخلي عندك الثبات الانفعالي، بقيت مهمتك. وسيب لنا موضوع سيلينا، انا كنت موجود وشفتها من بعيد، وللوهلة على فكرة جالي شك زيك وبجمع معلومات. والله لو صدق ظني يا طارق وطلعت هي، لإعصار الغضب يطلع هيدفنها حية، وده قسم. يا بنت ألبرتو، دي وصلت لألبرتو. اهدى يا سليم، اهدى أرجوك. مع السلامة دلوقتي. معقولة تكوني عايشة وضحكت علينا كلنا؟ طب لمصلحة مين يا نورهان؟ الصبر جميل كده بقى، يبقى شغل قبالسة ورب الكعبة، والشغل ده ما يطلعش إلا من البروفيسور. يخرب بيتك يا فريد، انت مخاوي الشيطان ومعاك مخزن أفكاره. الفار دخل المصيادة يا شركوسة، التمثالين عملوا شغل، ورجالته الخنازير ضعفوا قدام الدولارات والاسترليني، وشوية دهب كده حلوين باعوه في أول محطة، وهو قدامك اهو متكوم ومتخدر. ها، ناوية تعملي ايه فيه؟ هعمل معاه الواجب الصح، فوقوه. أنا فين؟ انتوا مين؟ انت على أول الطريق السريع لجهنم يا روح أمك. أنا الشبح
الشبح اللي طلع عشان ياخد روحك وروح كاترينا. لو ما عقلتش وصحصحت معايا وبقيت حلو وجميل، فين عمر؟ فين عمر سليم الوراق؟ انت مش متي، انت ايوه انا امه، انا شركسية ام عمر، ام عمر الميتة اللي طلعت ليكم عشان تاخد ارواحكم النكسة. ابني فين؟ ابني فين؟ اتكلم، هقتلك. وفين مكان شحنة البرتو اللي انت اخدتوها منه؟ معرفش ومش قايل على اي حاجة. انت ما تعرفش المصريين يالا لما يعملوا الجلاشة مع الاوباش اللي زيك. يالا ده احنا بنطلعكوا الجمل في الهرم وتتحايلوا علينا عشان ننزلكوا. بقول لك ايه، روح امك، انا هروح اوقع شوية اوراق كده في الحمام تكون دورتها في دماغك وارجع لك تاني، ولا اوريها لك على طريقة حسام البنداري. ولا فالنتينو تعالى كده ووري نفسك وقدامنا كلنا يا كلب، خليهم يتفرجوا عليك. نو نو نو، ابعدوا عني. ولا فين عمر يا اتكلم؟ لا ابعد الراجل ده، لا. دي حاجة صغيرة، ده من عينته 12 هيعملوا عليك حفلة هري بري حتى الموت. لا. ها، هتقول لي ابني فين ولا خلي الحفلة تبدأ يا ابن السفلة؟ اقول اتكلم. انطق انطق. الو. الو، سينيور البرتو؟ مين انتي؟ اوه سي افتكرتك. انتي السنيورة الجميلة الكدابة اللي هي مش أوروبية بس ليها ملامح شرقية. عاوزة ايه؟ عاوزة أقابلك لمصلحتك ومصلحتي، معايا هدية حلوة ليك. تقابليني ومعاكي هدية ليا؟ سوشيتاندو، عاوزة تيجي قصر ألبرتو؟ طبعا في انتظارك على العشاء سنيورة سيلينا. يا ترى مين دي؟ عندي شك في شيء، لو اتأكدت منه يبقى بيني هارون يظهر ان هديتي ليه هتجيله قريب وقريب قوي. ولا كلمة لحسن المسدس يفرتك دماغك. خلينا اولع نور الأوضة كده عشان اشوفك كويس. الله، ايه الجمال الرباني المثير للغاية يا سنيورة سيلينا. ولا اقول يا نورهان هانم، ما تخلعي القناع اللي انت لابساه ده، عاوز اشوف وشك الطبيعي. بقولك ايه، ناولني الروب اللي جنبك لو سمحت، واطلع برا الأوضة لحد بس ما اغير هدومي يا سنيور هارون. أصلي ما تعودتش حد غريب يشوفني بلبس النوم. نعم يا روح فريد، اتعدلي بدل ما هعدلك يا نورهان. أنا جوزك، اللعبة على المكشوف جوز ولا فرد؟ جوز مين يا روح نازك؟ جوزي مات وشبع موت يا حيلتها. اللي قدامي واحد واطي سافل يهودي اتجوز يهودية وخلف منها. اللي قدامي واحد غريب عاوز اجيب اللي في معدتي بمجرد شوفاني ليه. اخلصي. يا ابن، انت ميت في حياتي وحياة ابنك اللي ما تعرفش عنه حاجة. رحت عند ألبرتو تعملي ايه؟
عمل ايه؟ انت هقتلك بايدي. اخرس، انا اشرف منك ومن اللي خلفوك. انت فاكرني امك ناضج اللي فرطت في قدامك 24 ساعة تكوني فيهم في مصر، وحسابي معاكي لما ارجع لك يا بنت فاروق. طلقني، طلقني قبل ما ارجع لو كنت راجل وعندك شرف. هطلقك في مصر زي ما اتجوزتك فيها، وابني هعرف ارجعه. عمر وصل مصر، صح النوم، وانا كنت كده راجعة على اول طيارة. ايه المقابل؟ دفعت ايه؟ خلص. شركسية، حسام، الحمد لله على سلامتكم يا ولاد. عمر حبيبي، فتح عينك يا ابني، الواد ماله يا شركسية؟ الحمد لله والشكر لله على كل شيء يا بابا. الحقيرة كاترينا والسافل باسيليوس كانوا بيحقنوا جسمه بسم بالبطيء. الحمد لله اتلحق على آخر لحظة، والمستشفى هنا طمنوني، بس هياخد وقته. شفت سليم هناك؟ عرفك وألبرتو. ترتاح ونقول لك على كل حاجة يا أبا فريد. الحمد لله على سلامة الباشا الصغير. لو قعدت عمري كله أوفي جميلك واللي عملته عشاني مش هوفيه أبدا. عمري فداك يا شركوسة. يا بخت سليم باشا، فاز بالكنافة بالمانجا اللي كلنا تمنيناها. أنا همشي دلوقتي، وإن احتجتوني أنا في الخدمة. عيطي، حاسس بيكي. عيطي يا شركسية، حاسس بيكي. قولي كل اللي جواكي يا بنت اخويا. الكلام خلص لكل حاجة. اهدي واحكي لي كل اللي حصل مع ألبرتو. هقول لك كل حاجة يا بابا. طلبت تشوفني يا ألبرتو، خير؟ وحشتني يا هارون. قلت اطلبك تيجي نلعب دور شطرنج سوا ولا بلياردو حتى، اللي تختاره، بس خليني الاول ارحب بيك على طريقتي، وخلي رجالتك تطمن. احنا في هدنة بين عدوين شاطرين قوي. رجالتي مطمنة وحاطة شادر بطيخ في بطنها، ما تقلقش. حبيبي اللي عندي كششك انت و10 زيك. هنشوف. تعالى، ادي اول هدية بالفافوري. باسيليوس؟ اوه، ده بقى مشوق خالص. عرفت تجيبه ازاي؟ قبل ما اقولك ازاي، خليني اوريك الخاينة التانية، كاترينا حبيبتي ميوكارو. هارون حبيبي، انقذني من دراكولا. وكاترينا ليه؟ اول اللي اتأمرت عليهم انت. سليم وراق، مصري مسلم ظابط، مش كده؟ كوريتو. كنت متأكد انك عرفت هويتي يا ألبرتو، وكده اللعبة بينا احلى. نو مي، اللعبة لسه ما ابتدتش يا حبيبي. احنا يا دوبك بنسخن عضلاتنا. خليني اكمل. الخاينة اتفقت مع باسيليوس على انهم يخلصوا مني ومنك بضربة واحدة، وهي خطف عمر ابنك. ابني؟ كان عندك ألبرتو صح؟ لا، ما كانش عندي،
بس أنا ساعدت مامته علشان يرجع لها. أصل مامته حلوة وجذابة. سوشيتاندو سنيور. مامته مين؟ شركسية جت عندك صح؟ دي جميلة وقوية، ومش في الشكل، لا 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 لا، في حاجات تانية بتمتلكها. دي جابت لي باسيليوس والشحنة اللي خدها مني، واتعشينا سوا. وبصراحة ما قدرتش أرفض طلبها إن أساعدها تاخد ابنها، لأن اللي قدمته ليا كان مغري. قدمت لك ايه؟ اتكلم يا سافل يا حقير. ايه ده هارون سوليمان، هضبة الجليد بيعرف يتعصب. دي شركسية دي طلعت جامدة بالقوي. على العموم لما ترجع بلدك ايجيبتو بالسلامة بعد ما نخلص اللي ورانا، يبقى اسألها هي قدمت لي ايه. ودلوقتي نتكلم في تصفية حسابنا هارون حبيبي، بس واحنا بنتفرج على ليون وهو بيقزقز باسيليوس وكاترينا. الرحمة يا ألبرتو، الرحمة الرحمة. ريبوزي امباتشي، الله يرحمه. انديامو هارون، يلا بينا. كنت هنسى. بون ابيتيتو ليون. من حقك يا سليم ترجع خلاص. ولعلمك سيادة اللواء مهران قال سليم خدمنا الفترة اللي فاتت بمنتهى الإخلاص، وقدر يوقع علينا كتير من المهربين ويكشف عن شبكات الفساد، وفرح جدا لما عرف إن عمر رجع. وصدقني هو بيتابع حالته بنفسه ومهتم بيها، وموفر ليه كل حاجة، طاقم طبي على أعلى مستوى. وما تقلقش، شركسية طلعت محاربة وأصلية وقوية دفعت ايه؟ ايه التمن؟ البرتو ما بيعديش حد بالساهل كده. سليم انت بتقول ايه؟ دي نورهان الجوهري. انت ما شفتش بصات البرتو ليا؟ كلها شماتة وكان بيقول لي. ما تخليش الشك يدمرك يا سليم، واحمد ربنا ان ابوك ليه الدماغ دي. هو اللي حط الخطة كلها، زي ما رجع جوزيف رجع عمر، وفاضل انت، والساحة مفتوحة ليك. ناقص حساب أنجلينا وابن ألبرتو. الملفات لازم تتقفل صح. أنا نازل مصر معاك أشوف أمي وابني، وبعدها أسافر، ويما أرجع أو ما أرجعش يا طارق. طب ونورهان يا سليم؟ أما أنزل مصر. يا حبيبتي، أنا روحي اتردت ليه يا نورهان؟ أنا يا بنتي كنت بموت. واسألي أختك. كان عزائي الوحيد عمر عشان تجيبه يا بابا. إيه ده؟ يعني أنت كمان كنت عارفة بكل حاجة؟ طبعا، ورسمت عليكم الفيلم ده عشان يتصدق. عمي فريد ده دماغ شياطين. هو أخوك إزاي يا بابا؟ البطن قلابة بقى، اهو اسمه نصيب وخلاص. يا نورهان يا بنتي، سليم ورجع مصر وشاف عمر، والولد صحته بتتحسن والحمد لله، وفرح بوجود أبوه بعد ما عرف الحقيقة. وانتي يا بنتي مش جديد عليكي انك تخلي يوسف هنا معانا وتربيه وتعلميه وتعامليه زي ما يكون ابنك تمام. يبقى ايه يا بنتي بقى رافضة تتعاملي مع سليم ليه؟ وانتي هتعملي زي اختك كمان ولا ايه؟ طارق ليه عذره وممكن يتسامح، وهو طلق العقربة ريهام وغارت في داهية، وجابت لك سليم الصغير. سامحيه يا بسان، غلبته عاطفة الأبوة. مش فضل عليكي حد، صدقيني طارق غلبان. راجعي نفسك قبل فوات الأوان. والله لولا إني عارفة حبه ليكي
لا كنت غصبته يطلق، وانت عارفاني كويس. لكن التاني نمرود، ابن 60 في 70. ابن ناضج. أم ناضج كانت عارفة إنه عايش وبتكلمه وبيكلمها، وعملت علينا المستهبلة بنت ايه ده؟ انت بتقولي ايه يا بنتي؟ ناضج كمان كانت عارفة؟ ده انت لسه يا بابا هتسمع المفاجآت الكتيرة اللي جاية. قوليله يا نورهان، كملي، دي حكاية تتحكى على الربابة. معاكي حق. أنا كنت عارفة إنه موجود من سنة لما رحت إيطاليا، وكنت معزومة مع جماعة أصحابي، وشفت اليخت اللي الباشا كان قاعد فيه بالصدفة، وتنحت. كنت هموت من الصدمة، لولا إني مسكت نفسي. والكينج اللي عامل فيها شهريار بروح أمه قاعد واخد واحدة على اليمين والتانية على الشمال، ومريح على الآخر، والكاس في إيده. يا عيني، مهمة وطنية يا حرام. وكنت ناوية طب عليه في إيطاليا، بس الموازين كلها اختلفت لما عمر راح مني. وقتها بس حسيت إن مفيش حاجة تساوي لقفة أم على ضناها. طب يا بنتي انت بقى عايزة منه ايه تاني بالظبط؟ ما أشوفش وشه أبدا. طلق عندي زي ما طلقش، هو برا حياتي. وابنه من اليهودية أنا بربيه لوجه الله، لأن الواد فعلا يتحب وغلبان، ملوش ذنب إنه يكون ابن يهودية ولا سليم يكون أبوه. قال أخده براحته. وعمر بقى ربنا يقويني وأرجع ابني لحالته الطبيعية واحدة واحدة. لكن الراجل ده انتهي من حياتي. عن إذنكم أنا قايمة أشوف شغلي. الله يكون في عونك يا شركسية. أصعب وجع القلب والكبرياء، صراع مميت. طب والنبي يا بنتي بقى هاتي الموبايل، عاوز اتكلم مع عمك شوية. اتفضل يا بابا. اقف مع وجه واتكلم عدل يا ابن فريد. تتكلم عنها دي تربيتي. ما هي تربية واطية يا حاج فريد. بابا أنا معبي منك على الآخر، بتتصرف كأني عيل صغير. ده أنت غلبت الحاوي والساحر يا شيخ. الحق عليا اني بحميك من غبائك وتهورك. كان قدامك كم معركة يا ابن فريد. كنت هترجع جوزيف ازاي مع كل اللخبطة دي؟ وعمر اللي خدوه وكانوا هيحصرونا عليه. شركسية هانم عملت ايه مع ألبرتو يا بابا؟ أنا وأنت عارفين كويس إن ألبرتو مفيش ست بتعدي منه بالساهل وبالبساطة دي. بالبساطة دي ساب شركسية بعد ما عرف إنها مراتي؟ أكيد كان عاوز يرد ليا اللي عملته مع جاكلين مراته. لا، شركسية خرجت ساخ سليم من قلعة ألبرتو لأنها جابت له باسيلياس والشحنة، وهي كانت عارفة مكان ابنها، وهي برضو اللي خرجته. ولو كان فيها حاجة كان ألبرتو مسكتش، كان هيبعت لك فيديو صغير ليهم وهم سوا، أو حتى صورة للذكرى يحرق بيها دمك. طب ايه اللي وداها عند ألبرتو؟ راحت علشان تعمل معاه صفقة انه ما يأذكش وتحلوا اللي بينكم ودي. وقدمت العربون راس باسيلياس، قدمت راس باسيلياس لألبرتو. فهمت بقى يا غبي؟ سليم، خلص حوارك مع ألبرتو وأنجلينا، لأن أمرك انكشف بره وأكيد هيصفوك. يبقى تبعت اللي عندك لألبرتو وتقول له مكان ابنه وانت هنا في مصر. يعني لو عاوزين يصفوني وانا هنا مش هيقدروا؟ يقدروا،
بس ألبرتو مش هيعمل كده إلا لما ياخد كل حاجته. يبقى نعمل مؤايضة وخلصت. كله هيخلص. حاسس بالكابوس اللي انت فيه يا ابني. أما شركسية فسيبها دلوقتي. سيبها علشان تهدى من ناحيتك وركز انت في حالك. ماشي يا بابا. الو البرتو، انا بره. قول لرجالتك يفتحوا البوابه. سي هارون حبيبي. ابني ليوناردو؟ معقولة؟ العملية السوداء اللي سمعت عنها من كام يوم لأنجلينا وموتها مسمومة جوه قصرها، انت اللي كنت وراها؟ عملتها بإيد باردة زي عادتك. أحييك. دي سالو. طب والورق بتاعي؟ لا يا حلو، الورق ده عندي ضمان وأمان عشان لو عقلك وزك تعمل حاجة في هارون مش هتلاقي روحك. العرض ده حلو؟ بيني انت عدو النهاردة بس شريف، ومش بعيد بكرة تبقى صديق. بس في عالمنا مفيش عدو ولا صديق، بس في مصالح عليا. خلي بالك من نفسك هارون، وبلاش تدخل ايطالي تاني. وسلامي لليدي نورهان مراتك. مراتك ست شريفة قوي وشكلها بتحبك جدا. عارف من غير ما تقول. لا، انت الشك كان هيموتك حبيبي، وانا كنت قاصد ده. بس الحقيقة انا اتعاملت معاها وهي مراتك، وسبتها وهي برضو مراتك. كان نفسي اقولك تفاصيل مثيرة عنها، بس هي شريفة وحقيقي محاربة. مع السلامة هارون سوليمان، أو سليم وراء. أريفاديتشي أميغو. أريفاديتشي. مع السلامة يا البرتو. شايفة الولد عايز يهبشني ازاي يا بيسان؟ بسم الله ما شاء الله. ده عاوزك انت، ملهوف عليكي. طبعا ده بينام في حضني. يا بخته. مش كفاية عليا بقى حياة العزوبية دي، وتحني بقى وتنوري دنيتي تاني، أنا والغلبان الصغير ده. توبة توبة والله ما هكررها. عشان أقتلك ولا ليك عندي دية. إيه؟ اتعديتي من أختك ولا إيه؟ أختي الله يكون في عونها. عمر هيعيش مريض بالكلى. العقاقير والأدوية اللي كانوا بيدوها له هناك أثرت على الكلى يا حبيبي. بس الحمد لله والشكر لله على كل شيء. وهي مقسمة يومها ما بين عمر وما بين يوسف والشغل. تفتكري هترجع لسليم؟ بقالهم أكتر من 6 شهور متجنبين بعض. والله ما أنا عارفة يا طارق. شركسية أختي محدش يعرف دماغها بتعمل إيه، العالم بيها ربنا سبحانه وتعالى. بقولك إيه، تعالى نقعد معاها ومع عمر. الليلة هتروحي معايا، ماليش دعوة. بطل شقاوة ويلا تعالى معايا. ازيك يا شركسية؟ الحمد لله. ممكن نتكلم شوية مع بعض؟ أظن الشهور اللي فاتت خليتك تهدي عشان نعرف نحسم حاجات كتير ونحط النقط فوق الحروف. النقط محطوطة من زمان يا سليم، بس انت مش واخد بالك. بلغة المنطق المفروض أكون أسعد زوجة في الدنيا، بجري عليك وأقول لك حبيبي حبيبي، مش مصدقة إنك رجعت. أنت بطل، معقولة أنت عايش؟ والأفلام العربي القديمة دي بلغة المنطق أنت بعدت عني
عشان اللي أغلى مني ومنك، بلدنا. ولو ما عملتش كده هكون مختلة أنا مش عاوز المنطق، أنا عاوز اللي جواك يا نورهان. عاوز أسمعك، عاوز أعرف أنا فين جواكي وعندك. أنا زيك بدور عليك جواي عشان أقولك أنت فين، بس مش لاقيك يا سليم. رصيدك عندي مش كبير في الذكريات والمدة اللي عشناها سوا مع بعض، ومع ذلك أنا حاولت أكلبش فيهم طول السنين دي كلها لحد ما عرفت إنك عايش. وقتها حسيت إني عاملة زي المضروبة على راسها، ولقيت حبة ذكرياتك دول بخروا جوايا وخلصوا. بس انت عمرك ما خرجت من جوايا. عارف وفاهم قصدك اني اتجوزت وخلفت وكان حواليا ستات كتيرة وعملت كل حاجة نفسي والغريزة لو ده منطقك. بس روحي من يوم ما بعدت عنك وهي تايهة والله. نسيانك كان عاوز مني إرادة فولاذية، ومع ذلك أنا مش بلومك على شعورك، لا خالص، ولا بدافع عن نفسي قدامك. أنا كنت بواجه آثار مخيف من الغضب والموت وأنا بعيد عنك. بس صورتك جوايا هي اللي كانت بتقول لي قاوم الإعصار ده. صورتك انتي بس يا شركسية. أمال عاوز إيه؟ أترمي في حضنك وأتقبلك زوج عادي في حياتي وأقولها عشان خاطر بابا ابني؟ مش قادرة يا سليم. أشعاري متجمدة ناحيتك، كلتي خايف منك، خايف تلمسه قبل جسمي. صعب عليا وأنا بقول الكلام ده، بس أنا مش عايزة أغشك، ده إحساسي في الوقت الحالي. مش عاوز أي حاجة من دي. عاوز نبقى صحاب. اعتبريني واحد غريب جاي يدخل حياتك وبتتعرفي عليه وهو كمان بيتعرف عليكي. احنا مش مراهقين يا سليم للكلام ده. بالعكس، ده مش كلام مراهقين خالص. بقولك أنا عاوز أتعرف عليكي وأعرف أفكارك ودماغك، وإنتي كمان. ممكن نتلاقى وممكن ما نتلاقاش، وتفضلي بنت عمي وأم ابني وشكرا على كده. بس ما ناخدش خطوة الطلاق إلا لما نقدم على خطوة التعارف دي. مش عارفة، بس هو حل ظريف. شفتي بقى الموضوع سهل ازاي؟ ها، عدى عليك الساعة كام النهاردة؟ تعدي لي يا أخويا، ما أنا شفتك وشفت طلعتك السعيدة يا ابن فريد. عاوز أتعشى معاكي وأرقص كمان. أصل أنا كمان غيرت عوايدي، بقيت فلاتي زي أبويا فريد. على يدي فريد، الله يهديه يا ياخده، ده أحسن حاجة ليه. هقول له. ما تقول له، هو أنا بخاف؟ ما هو عارفني. طب ممكن أطلب منك طلب أخوي؟ يعني اعتبريني دقايق زي أخوك يعني. أخويا؟ وماله يا عينيا؟ ممكن أحضنك يا نورهان؟ ممكن تيجي في حضني لأنك وحشتيني قوي قوي. مفيش مانع، ليه لأ؟ ياه، وحشتيني قوي. سليم شركسية، سامحيني،
بحبك. سليم سليم رد علينا، اسعاف بسرعة، اسعاف، شركسية شركسية، ردي علينا، ردي عليا، ردي عليا يا اختي. سليم شركسية. سليم سليم، يا صاحب عمري. شركسية. بقيت اشطر مني في ركوب الخيل. علمناهم الخيل، سبقونا وجريوا بيه. تعال انزلك من فوق الحصان. بس أنا عاوزاك تعلمني حاجات تانية. عاوزة تتعلمي ايه يا جنية انت؟ عاوزاك تعلمني الحب يا سليم. لا، هعلمك لغة الروح. ايه لغة الروح دي؟ إن خانتك لغة العقل والمنطق في فهمي، فاذهبي إلى أعماق روحك حيث أرض الحقيقة، فإن لغة الروح لا تخطئ الفهم والحس، وإنت بالنسبة لي عشق الروح. والروح على أمل إنها تشوفك هناك يا أرض روحي، يا أرض روحي وحقيقتي، هناك في مكان مفيهوش فراق ولا غل ولا أثر غضب يا سليم.